السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أخبار مميزة. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. كعادتها حرصت المغنية المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وبدت بطمة في صور بإطلالة أنثوية جريئة مرتدية بفستان جلد قصير فوق الركبة باللون الأسود، كما اعتمدت مكياجا صارما متناسقا مع إطلالة مع تسريحات الشعر المميزة أبرزت ملامحها. وتعمدت دنيا إظهار مفاتنها وتحررها من الملابس الفضفاضة كما جرت العادة مؤخرا بعد تحررها من محمد ترك. انتقادات تلقتها المغنية دنيا بطمة بعدما أحدثت موجة واسعة من الجدل في أحد الظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث نشرت مجموعة صور جديدة في مدينة طنجة حسب ما هو واضح في التدوينة. وأول ما خطف انتباه الجمهور الحذاء المميز بالكعب العالي للغاية الذي ارتدته في السيارة الفارهة، ثم انتقلت فيما بعد إلى قاعة من الواضح أنها صالة الاستقبال في أحد الأماكن السياحية. كما استعرضت المغنية دنيا بطمة قوامها بفستان أسود قصير للغاية حتى انكشف من ما فوق الركبة، وهي تنظر إلى الكاميرا التي توثق ظهورها وأجمل إطلالتها. وكان لافتا أيضا حجم الحقيبة اليد الصغيرة جدا التي يتناسب واللون الحذاء جدا، وكلاهما حاز على إعجاب الملايين من المتابعين وانهالوا بالتعليقات الإيجابية. من جهة أخرى طال الحذاء المغنية دنيا بطمة سخرية البعض، وقام آخرون بتشبيهها بملابس فتيات الليل، حيث علق أحدهم: دنيا أنت فنانة عظيمة، ولكن هذه الإطالة عيب وعار على جمهورك، خلي هذا اللباس لأصحاب الكباريهات لا يليق بأم لطفلتين. واتهمتها المتابعات بتقليد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وعلقت: لبست بلقيس قبل منك، شي مرات الموضة تكون تافهة والهلك بعيدة عن الأناقة وتشتري بثمن غالي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. ولا تنسوا في تعليقاتكم أدل على رأيكم على لبس دنيا بطمة.